ازيكم عاملين ايه؟ النهارده لفتنا في جزيرة إليفانتين واحنا راكبين المعدية اهو ورايحين نشوفها. ويلا قبل ما نبدأ كده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. تعالوا كده في الأول أعرفكم ايه هي جزيرة إليفانتين. دي أهم جزيرة موجودة في نهر النيل من المنبع لغاية المصب. وأهمية الجزيرة دي بترجع إلى عصر ما قبل الأسرات وعصر الدولة القديمة وما بعدها لغاية العصر اليوناني الروماني، وتعتبر الميناء الجنوبي الخاص بمصر الفرعونية، وبتتحكم كمان في التجارة بين مصر القديمة ودول أفريقيا، عشان كده كان ليها أهمية اقتصادية وتجارية. في عصر الدولة القديمة وعصر ما قبل الأسرات الجزيرة دي كانت اسمها أبو دي كلمة هيروغليفية معناها سن الفيل، لأنها كانت المركز الخاص بتجارة سن الفيل، ودي كانت يعني الطرق اللي بيتاجروا فيها المصريين القدماء مع أفريقيا. لما الإسكندر المقدوني بقى غزا مصر، ودي كانت الغزو اليوناني، لما جم هنا عرفوا إن اسم الجزيرة أبو، فغيروها إلى ألفانتين ومعناها الفيل في اللغة اليونانية القديمة. ودي الفيلا الخاصة بالمهندس الإنجليزي ويليام اللي بنى خزان أسوان وقناطر أسيوط، وبعد كده تحول إلى متحف أسوان وهو أقدم متحف موجود في أسوان. جزيرة إليفانتين كانت خاصة لعبادة الإله خنم، هو اللي كان بيتحكم في الفيضان عند المصريين القدماء. خنم ده مين؟ ده كان في اعتقاد المصري القديم هو إله كان اللي كان بياخد طمي نهر النيل ويبدأ يشكله على هيئة إنسان، وينتظر بقى إله الشمس علشان يحط الروح فيه. ويلا ندخل الجزيرة ونشوفها. وأول ما بتدخل من الجزيرة بتلاقي معبد الإلهة ساتت مرات الإله خنم. المعبد ده بيرجع للعصر البطلمي والروماني، اتأسس خلال فترة ما قبل الأسرات واتجدد كذا مرة، وكان أفضل مثال على معبد مصري قديم. وهنا معبد الإله خنم ده بيرجع لعصر أمنحتب الثالث اللي حكم مصر 1400 قبل الميلاد. ده حكم لمدة 34 سنة. لما الفيضان كان بيبقى بيجي معاه طمي، الطمي ده كان بيردم أي حاجة اتبنت مع الوقت. متبقاش من المعبد غير عمودين المدخل الرئيسي. جزيرة أسوان كان بيعيش عليها أثرياء المصريين القدماء، البيوت بتاعتهم كانت موجودة هنا، وده المكان الخاص بالعبادة، وبترجع إلى العصر القبطي. دي بقايا البيوت اللي كانوا عايشين فيها أقباط مصر، وكانوا بيبنوا صوامع وكنايس. ويلا بينا على البانوراما. هنا فوق لما هتطلع هتشوف أسوان كلها. واللي هناك ده ضريح الأغا خان، واللي انتوا شايفينه هناك ده فندق أولد كاتاراكت. ويلا نروح نشوف مقياس النيل. دي الطريقة اللي كانت المصريين القدماء كانوا بيقيسوا بيها مستوى المية في نهر النيل، وبناء عليها بيفرضوا عليها الضرائب. لازم نبقى عارفين ان المصري القديم كان مقسم السنة ل3 مواسم مش 4 زي ما احنا موجودين دلوقتي. الموسم الأول كان موسم البذر، الموسم التاني كان موسم الفيضان، التالت موسم الحصاد. كل فصل منهم كان 4 شهور. كان بينتظر المصري القديم قدوم الفيضان ويبدأ يحط البذر في الأرض. يجي الفيضان بيروي البذر، لو المية بتاعة الفيضان كتيرة معناها ان الأراضي المبذورة هتنتج حصاد، ولو المية قليلة هيحصل العكس، وبناء عليه بيفرضوا عليهم الضرائب. الباب اللي قدامك ده المية بتدخل منه، بتطلع فوق هنا على السلالم لحد ما توصل سلمة معينة، بناء على السلمة اللي هي وصلت لها بيحدد الكاهن الضريبة. وانا كده خلصت جزيرة إليفانتين. يا رب الفيديو يعجبكم واستنوني في فيديو جديد، وقبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. باي باي.